أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وخرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. فاطمة، فاطمة، منذ متى وهي على هذه الحال يا أم سلمة؟ ألم بها المرض قبيل خروج والدها الحسين من المدينة. والله إن المدينة لثكلى بخروج أبي عبد الله الحسين وأهل بيته. ما أعجلهم، ما أعجل من قلبوا على ذرية، ما أعجل ما أخرجوا ريحانة رسول الله وصباه من مدينة جده. أما من خبر جاء من أبي عبد الله الحسين؟ أما علمتم مستقره؟ وكيف لمثله أن يستقر وحراب يزيد تتعقبه أينما حل ونزل؟ كأني علمت بأنه يسكن مكة ليعصم دمه ودم أهل بيته من غدر يزيد. من يجيز لنفسه قتل الناس بغير حق ويعاقر الخمر ويلاعب القرود، هل سيمتنع عن قتل من رفض أن يبايعه حتى ولو كان حفيد رسول الله؟ علمت أنه بعد أن أرسل إليه يزيد بمن يقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة. خرج إلى أين؟ إلى حيث قضاء الله وقدره، إلى الكوفة. وكأنك تخفين أمرا يا أم سلمة. سبحان من لا راد لقضائه ومشيئته. الشيطان الرجيم. اهدأ يا ابنتي، اهدأ. قتلوا الجميع، قتلوا أبي وأهلي، قتلوهم جميعا. كانوا دميمي الوجوه ويلغون بالدماء، يلغون بدماء الجميع، قتلوهم جميعا. أضغاث أحلام يا ابنتي، أضغاث أحلام. هدئي روعك يا ابنتي. اهدأ يا ابنتي، اهدأ. هل أبي بخير؟ وإخوتي؟ أبي وإخوتي وعمتي زينب وعمي العباس كلهم بخير، أليس كذلك؟ كلهم بخير. إنه بخير يا ابنتي، إنه بخير. ويلكم يا أهل الكوفة، تدرون لقتال من خرج في بلاد الجاهلية.
حريث؟ أين ولدي يا ابن حريث؟ أين ولدي سعيد؟ لما لا تجيب؟ ألم تأخذوا غرضكم منه بعد؟ بعثتم به ليقاتل الحسين، ليقاتل ابن بنت رسول الله. لقد أنجبنا أبناءنا ليقاتلوا في سبيل الله، لا أن يقاتلوا أولياء الله وأبناء رسله وأنبيائه. أريد ولدي، أعيدوا إلي ولدي. اذهبي إلى ولدك، نحن لا نرغم أحدا للقتال مع الأمير. تريدين الذهاب إلى كربلاء؟ اذهبي. اتبعها، إذا تجاوزت حدود الكوفة اقتلها. السلام على أمير المؤمنين. أطال الله في عمر الأمير. إني أحمل إليكم نبأ من العراق. قتل الحسين بن علي؟ بل أحكم عاملكم على الكوفة عبيد الله بن زياد الطوق حوله في أرض يقال لها كربلاء. أحسن فيما فعل. إن لم تنل منه السيوف نال منه العطش وقتله. ودت دمشق لو أنك تهدد الروم كما تهدد ابن بنت رسول الله يا أمير المؤمنين. هند! ألن تكفي عن التدخل في أمور الحكم يا هند؟ وهل عهدتني أملي عليك أوامري كما يفعل نظماء ثور السلمي وسيرجون الرومي؟ لم يبقى سوى قردك لم تستنشره بقتل الحسين بن علي. ما من أحد يملي علي أفعالي، وما ترينه من إملاءات من بعض بطانتي ما هو إلا أخذ ما يرين على سلامة الأمة من بغي الحسين ومن خرج معه. وتكلف نفسك بالاستماع إلى من أعماه التعصب الأعمى وملأ أحشاهم الحقد على آل رسول الله، وتنسى حديث رسول الله بالحسين بل وتتجاهل مقامه عند جده. والله لو لم يكن لك رأي في قتله لما أخذت بوسوسات شيطانك الرومي، ولما بعثت بكتبك إلى أمصار تأمر فيها عمالك بقتل الحسين. لقد بات الأمر أوضح من أن أجهد نفسي ببيانه. فالشمس لا تنفك ناصعة وإن سمجت محاسنها بعين الأرمد. ويلكم أيها الجبناء، ويلكم من غضب الله، ويلكم. سيف من سيوف الحسين ستبقى مشرعة في وجوهكم. بارك الله فيك يا ولدي. ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ سيق بولدي إلى قتال الحسين، أرغمه ابن زياد على ذلك. ما أظنه يخرج إلى قتال ابن بنت رسول الله رغما عنه، لكنه يحب الحسين. ما أحب رجل رسول الله ثم قاتل ريحانته وسبطه. حتى وإن كان مرغما على ذلك؟ لا يرغم المؤمن على معصية خالقه وهو مؤمن. عودي إلى دارك وادعي الله لولدك أن يلهمه جادة الصواب. عدني بأن تسأل عن ولدي وتمنعه من قتال الحسين. أسأل الله أن يوفقني إلى ذلك. ولكن لم تقل لي من أنت. رجل يسأل الله الاستشهاد بين يدي الحسين. هوني عليك يا عمي، وادعي الله أن يلهمه جادة الصواب ويجنبه قتال الحسين وأهل بيته. كان يلعن كل من يستل سيفا ويخرج لقتال الحسين. ما الذي دهاه؟ كثيرون خرجوا رغما عن إرادتهم. ألم تدري أن ابن زياد قام بقتل كل من تخلف عن اللحاق بجيش ابن سعد، وما سعيد إلا واحد منهم؟ والله لأن قتل مات ميتة حقيرة، وإن عاش عاش عيشة ذليلة. أي عار أورثتني إياه يا بني. لو رأيته مقتولا بين يدي الحسين كان أهون علي من أن أراه يرد النار يوم لا ينفع فيه يزيد ولا ابن زياد. والله ما آلمني فراقه بقدر ما آلمني خروجه. هاك يا عم هداياه التي ما ظننت يوما أنني سأرجعها، لطالما حلمت بها تزين داري. كم أغبطك يا ثمار، تستطيعين أن لا تكوني زوجا له، أما أنا فلا أستطيع أن لا أكون أما له. لا أستطيع، لا أستطيع.
والله ما خرج قوم قبلكم لقتل ذرية نبيهم. والله ما تجرأ قوم على بقية أنبيائهم. والله ما أعز الله قوما ذلوا رقابهم للظالمين واشترعوا على خيرة المسلمين. ولا يخيفنكم طغاة القلاع والقصور. والله لئن رفعتم على الحسين سيفا أو قنا رفع الله عنكم واسع رحمته وأنزل عليكم شديد نقمته. يا أهل الكوفة، هذا هو الحسين، يحيط به المارقون في كربلاء. هلموا لنصرته ولا تطيعوا الطاغية ابن زياد عبد الطاغية يزيد. أبي أرجوك لنعد إلى دارنا، قد يقتلونك يا أبي. إليك عني يا ثمار، ابتعدي عني. ما عساه يكون هذا النداء؟ ويح أهل الكوفة إن كان هذا النداء صادقا، والله ما أودعنا ابن زياد السجن إلا ليحول بيننا وبين نصرة الحسين. هل تراه وصل إلى الحسين؟ ويح أهل الكوفة بطلبه ثم خذلوه. أريد أن أسألك في أمر. ماذا تريد يا مختار الثقفي؟ أصحيح ما سمعناه في نداء الأزدي؟ لا أدري. لمن تنادي يا أبي؟ فمن لم يخرج لقتال الحسين أودع السجن، ومن جاهر بالحق قطعت أطرافه وعلق أمام قصر الإمارة. لمن تنادي يا أبي؟ الكوفة أخوى مما تظن، لم يبق فيها إلا ذوي العاهات ومن لا يقوى على حمل السيف. إذا خذيني إلى قصر ذلك الطاغية ابن زياد، أريد أن أكلمه. إنه ليس في القصر. أين هو إذن؟ خرج إلى النخيلة ليقيم بجوار كربلاء، حيث يحاصر جيشه الحسين وأهل بيته منذ 10 أيام. ويحي ما كان ينبغي أن أكون بعيدا عن كربلاء. خذيني إلى الحسين يا ثمار، خذيني إلي بجواد يقودني إليه، إلي بجواد. أبي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قتل الحسين بعد؟ والله لقد ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي بأنفسها على الموت. لا تقبل الاستسلام ولا ترغب بالمال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية. ولو كففنا عنهم قليلا لأتوا على الجموع بحذافيرها. كم بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته؟ تركته بعدة يسيرة من أصحابه، ولولا أن أنهكهم العطش لكان غير الذي ذكرت أيها الأمير. العطش؟ إنه سلاح أمضى من السيف مع ما ذكرت. أبلغ عمر بن سعد أن يمنع الحسين من الورود إلى الماء حتى ولو كلفه ذلك نصف من معه من الرجال. وأبلغه أيضا أنني سئمت الانتظار وقد حان له أن يأتيني برأس الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر العذاب ويجعل عاقبة عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا ما ينقص منه. أستودعكم الله. رقية، عمتي زينب، أين أبي؟
السلام على أمير الجند عمر بن سعد. ما أخبار الأمير؟ ينتظر رأس الحسين ويأمرك بعدم تمكينه من شربة ماء. أما الثانية فقد قدرنا عليها، وأما رأس الحسين فسنقدر عليه وشيكا. شمر، ادفع إليه بالمزيد من الجند لقتاله، فلو نجستم بهذه القلة من الجند أفناكم جميعا. هيا. إنه ابن قتال العرب. لا تدعه يرتاح، أشغله بالقتال حتى تخور قواه. جئت دون الحسين. أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟ حسين
أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفداك. عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار. إلى الله يبث همي وحزني وإليه عاقبة الأمور. إنها الرؤيا يا جدتي، الرؤيا. لقد قتلوا جميعا. إنها مشيئة الله يا ابنتي، مشيئة الله. محمد وحسينا.